كيفاش بغيتيني أنني نساندك ونعاونك وندافع عليك؟ كيفاش بغيتيني نحس بك منبر وقلم حر أنك كتهضر على قضايا الناس بحرقة؟ خرجتي أنت وهضرتي ودرتي واحد الإشارة على إقليم الغرب وقلنا الحمد لله هو كاين واحد الصوت حميد المهداوي، حميد المهداوي، وفي الآخر ضربتينا وطعنتينا بالظهر. بصح كان على الصح والكذوب وذيك العبارات ديال ديك السيد تقطر حقدا يعني ما عرفتش البشر علاش حقود بديك الطريقه. باز اخويا باز 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 على البشر. باز البشر كيفاش كيقدر ياكل النعمه ويهبطها من هنا. تصور بنادم عرفتش اخويا واش الدنيا لهاد الدرجه كون بنادم ياكل الحلال رسول الله يكون طريقه باش كيهضر الانسان كيبغي يزوق الهضره. يوتيوبر ها هو فقيه حافظ 60 حزب. واخا دابا انت واش كتاكل الخبز وكيدوز لك من الكرجوطه ديالك كما تنقولوا حنايا؟ يعني واش كتاكل درهم الحلال؟ هادشي اللي سمعنا عليك اللي قال تحفه، يعني داك الشيء يعني خيالي. كتوصلك كوميسيون من سيدي سليمان ومن اقليم الغرب وساكت ضارب الطم، ما كتهضرش على ملفات كبيره كثار من داك الشيء ديال اسكوبار الصحراء وكثار من بزاف د الحوايج. علاش ساكت؟ بغيت نعرف. انت ساكن في هذه المنطقه هذه ومحسوب عليها انك انت غرباوي، محسوب على منطقه الغرب، ومدينتك تتبعد على مدينه سي سليمان اللي هي بؤره ديال الفساد في المغرب بساعد المكانه، وما عمرك ما هضرتي على هذه المشاكل ديال سيدي سليمان واقليم الغرب. بالعكس كنلقاو ناس بعادين كل بعد على هذه المنطقه هذه وهضروا عليها وخرجوا شي حوايج دقيقه جدا بحال اللي راهم عايشين معنا. مثلا تحفه راك عارف شكون اللي تيعطيه هذه المعلومات، ما غاديش نقولوا هو رجل مخابرات او لا رجل مخابراتي، ولكن كاين واحد الناس اللي كتستعن بهم الدوله كيمدوا له هذه المعلومات. راه ما يمكنش يهضر هو على شي حوايج وانا ود المنطقه وسمعت داك الشيء بحال اللي راه عايش معنا. تحفه هضر على داك الشيء بالميلي، داك الشيء دقيق جدا بحال انه راه عايش معنا. هضر على مدبري الشأن المحلي، هضر على الفاسدين، هضر على شبكات ديال الدعاره، شبكات ديال المخدرات، شبكات ديال التجاره في الاعضاء والتجاره في البشر، هضر على عيالات، هضر على نساء، هضر على صحفيين، هضر على مراسلين. مشكله هذه. وانت اللي قريب، انت دابا في الرباط ساكن بعيد عليك سيدي سليمان بساعه ونص، وساكن في الخنيشات كمرقد مسقط الراس ديالك بساعد المكانه على سيدي سليمان، ومع ذلك ما تتعرفش انت بان راه كاين تجار ديال المخدرات وكاينه عصابه ديال سرقه الاسلاك الكهربائيه وعصابه ديال تزوير الاورو وعصابه ديال سرقه الاراضي السلاليه اللي كيتزعمهم الراضي، وانت ما هضرتيش على هاد الناس هادو. علاش؟ اذا هنا كاين واحد بزاف الاسئله وكاين بزاف ديال علامات استفهام كتطرح. علاش ساكت؟ علاش؟ شنو علاش خايف وعلاش ساكت؟ هو انت هضرتي على حوايج اخرين، هضرتي على ناس اخرين بعاد في المدن اخرى وما تقاسيتيش وما تاديتيش. هضرتي على فاسدين، ماشي هضرتي عليهم حيت انت اللي خرجتيهم للوجود دوك الملفات او دوك القضايا، ولكن انت غير عاودتي روسيكليتي ديك الاخبار وعطيتيها لنا بهذه الحله وهذا الالقاء ديالك في الموقع ديالك البديل. خرجتي انت وهضرتي ودرتي واحد الاشاره على اقليم الغرب وقلنا الحمد لله هو كاين واحد الصوت حميد المهداوي، حميد المهداوي، وفي الاخر ضربتينا وطعنتينا بالظهر، بل خورتينا بالمعنى الحرفي للكلمه. نعم خورتينا وخورتي اقليم كامل، لاننا كنا كنتسناو انك غادي تدافع وتناضل من اجل هذه المدينه هذه اللي انت كتعرف مزيان، كتعرف اكثر من ولاد سليمان، كتعرف مشاكلها، ومع ذلك ما هضرتيش. كيفاش غادي نحترمك؟ كيفاش بغيتيني انني نساندك ونعاونك وندافع عليك؟ كيفاش بغيتيني نحس بك منبر وقلم حر انك كتهضر على قضايا الناس بحرقه؟ نعم خاصك مقابل، يعني خاصك تخدم وتاخذ واحد المقابل. حنا ماشي جاحدين ولا كافرين ولا ما باغيينلكش الخير، الله يعاونك الله يسهل عليك، ولكن هاد الثروه اللي كتقال وانت عارف بان هاد المعطيات اللي تعطات للتحفه راه ماشي عشوائيه وماشي اعتباطيه، عندها واحد الناس اللي خدامين عليها. هاد الثروه الهائله وهاد الممتلكات في ظرف قياسي ما يمكنش كتطرح اكثر كما قلت لك علامات استفهام، والناس بغات تعرف. انت جاوب على جوج تساؤلات. السؤال الاول هو منين جاتك هاد الثروه الطائله في ظرف قياسي اللي هو عامين؟ السؤال الثاني علاش ما كتهضرش على مدينه سي سليمان والغرب، وما كتهضرش على الراضي وعلى الاراضي السلاليه اللي تسرقات وتنهبات، وما كتهضرش على الخلوقي وعلى ما كتهضرش على رموز الفساد في الاقليم؟ صافي بغينا عاد جوج الاسئله باش نحترموك وندعموك ونوضوا حتى حنا نحتجوا ونقولوا للدوله حشومه انك غتدخلي واحد الصحفي مقتدر، صحفي نزيه، صحفي عنده مصداقيه، غتدخليه للحبس. حشومه عليك الدوله، والدوله غادا تراعي لهذا الجانب هذا وغادي ها هما راه تيعرفوك مزيان. الناس ديال الدوله اللي صايقين هذه البلاد كيعرفوك كيف ما كيعرفوا العدل والاحسان، كيف ما كيعرفوا قوالب العداله والتنميه،
كيف ما كيعرفوا قوالب ديال الصحفيين اللي كيدعيوا الوطنيه وكيدعوا انهم تدافعوا وتنافحوا على قضايا الناس. عارف انكم كتملقوا وعارف انكم كتقلبوا على مصالحكم، ديك الشيء علاش كتحاربكم الدوله، لان الدوله كتشوفكم بالشوفه الصحيحه. قول عني ما تقول داك صحاب اللي انا كندوخ بكل تواضع. شي انا الانسان المتواضع وبفضل الدعم ديال المتتبعين، والله العظيم هذا الموقع الى دار اللي ما دارتوش المعارضه لهذه الحكومه تاخر عاب هذه المتابعه. شنو غادي نقولوا عليك؟ انت باين ومفضوح، حنا انتقدناك نقد بناء، بغينا نعرفوا شي حوايج وانت ما بغيتيش تجاوبنا، يعني تعنتي وحسبتينا باننا كنضربوا فيك واننا باغيين فيك الخدمه، وان واحد الجهه هي مصيفطانا اننا نتقبوا فيك مثلا ولا نهرسوك. علاش غادي نهرسوك؟ حنا انتقدناك بكل احترام، درنا عليك فيديوهات، ما عيرنا لك والديك، ما عيرنا لك وليداتك، ما عيرنا لك نتايا، يعني بانتقاد بناء، لان ما عجبناش هذا الشيء اللي سمعنا عليك. فهمتي؟ انت كتستعمل معنا الاساليب الخايبه والاساليب يعني المنحطه. الناس في التعاليق يكتبوا لنا وتيسبوا لنا والدينا وتيسبوا لنا في العرض ديالنا، وتيسبوا الدين والمله، تيجمعوا كل شيء. علاش كتستعمل هذه الاساليب؟ انت اللي مصيفط هاد الناس هادو، هما خدامين معاك، وكاين الناس اللي كيتصلوا بك، عندك يعني عندك هاد الدروع البشريه كامله كتستخدمها في مواقع التواصل الاجتماعي. بحال دابا واحد تيكتب ليا شحال عطاوك، شنو هذا السؤال هذا؟ واحد تيكتب ليا راك كاري حنكك باش تضرب في سيدك المهداوي، واحد تيقول لي اشرف منك هو وما تقدرش عليه، هو حيت قاري عليك وهذا، واحد تيقول لي انت مثلي، واحد تيقول لي انت صيفطاتك شي جهه انك باش تضرب في المهداوي، والمهداوي سيدكم، والمهداوي كذا وكذا. تيحطوك في واحد المجموعه من النعوت باش انت تختار وحده منها وتقول ويلي وعاقوا بيا، يمكن ما نبقاش كاع نهضر على هذا السيد هذا، صافي ما بقاش، هذه اخر مره. علاش كتستعمل هذه الاساليب؟ خلي الناس تهضر، خلي الناس تعبر. كاين الطالح والصالح، الناس كاين اللي كتبغيك وكاين اللي كتكرهك، كيف ما انا حتى الناس كيبغيوني وكيكرهوني وعادي، وهي هذه سنه الحياه. ولكن انت بالعكس، انت كتجمع واحد الحشود كبيره، سواء الناس اللي كتبغيك بصح وسواء الناس اللي غير خدامه عندك باش كتضربوا في رموز الدوله، وكتضربوا في البلاد، وكتضربوا في المؤسسات، وتضربوا في رجال الدوله، وتضربوا في الناس اللي مسيرين هذه البلاد، وتضربوا الشرفاء اللي كيمثلوا هذه البلاد هذه. فما كتبغوش صوت الحق يبان. نتوما اللي خصكم تطغاو على الساحه الاعلاميه والساحه الفيسبوكيه والساحه اليوتيوبيه. والروابا وممثلين نعم سيدي كدوزو في التلفازه بالاتصالات الهاتف، وقضاة وبوليس جندار اساتذه والعالم. الدار والله ما كتخوى. دابا كنهضر معكم والله الا الدار عامره عامره والناس جايين ما كيخووا من البارح ما كيخووش. كيفاش هادو هبال ماشي مغار ما كيفهموش اليوتيوب والصح. صافي دابا انت بني دوله، دير دوله ودير مملكه المهداوي، دير انت القوانين والدساتير، بني مؤسسات وحط الناس اللي يقودوا لك هذه البلاد هذه. هذا كتخربق وكترقع، اقسم لك بالله ما كترقع. ما لقيتيش الناس واعيه، ما لقيتيش الناس كتفهم، ما لقيتيش الناس يعني كتفكر شويه، كتجدد التفكير ديالها. فانت كتمارس على المشاهدين ديالك فن الحلقه. فن الحلقه اللي كنا كنعرفوه الكلاسيكي والتقليدي مشى، دابا جات طريقه اخرى وجاب اساليب اخرى واليات الشغل اخرى وقوالب اخرى ديال الحلقه. هادشي اللي كدير سميتو الحلقه، حيت حنا ملي كنا كنمشيو كنتفرجوا في الحلقه كنا كنشوفوا وكنتفرجوا تنسمعوا داك الكلام اللي تيقول وديك الهضره وديك الخفه وديك الطريقه. كتبين لنا بانها جديده، كنبقاو النهار كامل وحنا حالين فمنا، كنساو باننا حنا مسخرين ولا قاريين ولا عندنا شي شغل. فنهار كامل وحنا واقفين تنسمعوا وتنشوفوا الطريقه ديال الالقاء ديال داك الحلايقي اللي كتجرنا وكتثير انتباهنا. والمشكل الاكبر هو اننا لا غدا عاود ملي كنتلاقاو نفس الهضره تيعاودها وتبقاو حالين فمنا، كيدوز علينا الوقت وكيدوز علينا المشاغل ديالنا. هكا دابا انت كدير، وكيديروا بزاف ديال اليوتيوبرات اللي كيستغلوا منصه اليوتيوب، اللي كيدلسوا على الناس واللي كيكذبوا على الناس. فهذا هو حميد المهداوي. وباش تكذب عليا وتقول لي بانه كاين ناس بزاف كتبغيك والناس كتراسلك والناس كتهاتفك والناس كتجي عندك للدار، واش انت عندك العزاء عادي، راه عندك الاستئناف، ومن الاستئناف راه عندك النقد، وربما في الاستئناف تاخذ براءه، وربما دوز غير 6 شهور كما داروا مع رضا الطاوجني وتخرج ونشوف شنو كاين. حنا ما عرفناش، مازال ما كاينش، حنا ما تنتمناولكش الحبس وما تنبغيولكش الحبس. وكيف ما قلت في واحد الحلقه سابقه، اللي بغى لك الحبس الله يعطيه الحبس. ومجرد طلة بسيطه على التعاليق اللي كيكتبوا الناس في الفيديوهات ديالك غتكتشف بان واحد الكميه كبيره ديال البشر حاقده على البلاد، حاقده على الملك، حاقده على المؤسسات، حاقده على المسؤولين. انت حميد عندك واحد التابعين في قنابل موقوته في اي لحظه يقدروا ينفجروا هاد الناس هادو، لانك انت دائما تشحنهم بالسلبيات. ما عمرك ما بينتي شي حاجه زوينه في البلاد، ما عمرك ما هضرتي على شي مشروع كبير، شي ميغا ستركتير في هذه البلاد هذه. دائما تهضر على الكوارث، على السلبيات، على المشاكل، على الفضائح، على الحباسات، على
كتبين الجانب المظلم للمغرب. والمغرب حنا تنعرفوا ماشي دوله ديمقراطيه 100% وماشي دوله يعني ديكتاتوريه 100%، يعني بين وبين. المغرب شاد العصا من الوسط. اذا انا من حقي كمواطن تنتسائل ملي كنشوف الطريقه باش كتهضر بها انت، تنتسائل كنقول فين باغيين توصلونا نتوما لهاد البلاد هذه. انا ما باغيش نشوف اخويا الريوس ديال عباد الله مشتى في الشارع، ما باغيش نشوف انايا القرطاس كيتضرب في هاد البلاد هذه، ما باغيش نشوف انا البنايات كينهاروا، ما باغيش نولي انا بحال المدن اولا بحال الدول اللي تهدمات وبسبباش بسبب هاد الافكار المسمومه اللي كتحطوا واللي كتعطيو لعباد الله. واتقوا الله في هذا الوطن هذا، واتقوا الله في هاد الناس هادو، واتقوا الله في هاد المغاربه، وعطيو الناس، عطيوهم امل في الحياه. يا سيدي قولوا للناس الحقيقه، يا سيدي قولوا للناس واعطيو الناس الحقيقه، واعطيونا وجهكم الحقيقي، ونقلوا لنا الاخبار بمصداقيه ومهنيه. قولوا الناس هذه كاينه وهذه ما كايناش. حتى واحد ما غادي يلومكم، حتى واحد ما غادي يضركم، وحتى واحد ما غادي يسبكم ويعايركم. بالعكس غادي نرفعوا لكم القبعه لانكم كتعاونونا وكتعاونوا المغرب باش يمشي في الطريق ديالو الصحيح. وانت السي حميد كنتسناو منك الجواب الشافي والكافي علاش ما كتهضرش على اقليم سيدي سليمان والمشاكل ديالو والفاسدين والمفسدين. السؤال الثاني، منين جاتك ديك الثروه الطائله والهائله في ظرف قياسي، في ظرف وجيز جدا؟ حنا ماشي حاقدين عليك ولا على فلوسك ولا على الادسنس ولا على اليوتيوب ولا على المشاركين ولا على بزاف د الحوايج. حنا بغينا غير نعرفوا المغاربه هما هكا مصنوعين ومركبين. منين جاتك هاد الفلوس؟ وعلاش ما كتهضرش على اقليم الغرب؟ والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.